تسائلتوا شي مرة علاش ناس بكري يعيشوا برشا يوصلوا 100 سنة وأكثر وديما في صحة جيدة؟ السؤال هذا جاوبنا عليه العالم الروسي ميتشنيكوف، واللي تحصل على جائزة نوبل سنة 1908 على أبحاثه في علم المناعة. ميتشنيكوف لاحظ أنه شعوب القوقاز واللي يعيشوا في أرياف جبلية يعيشوا برشا وديما في صحة جيدة. في عمل الأبحاث نتاعو قاس سر في مشروب عجيب يستهلكوه الشعوب هذيا كل يوم. مشروب هذا اسمه لبن الكثير. شنو قصته المشروب هذا وعلاش عنده فوائد؟ كما احنا وصلنا باش صنعنا اللبن من خلال تخمر طبيعي للحليب، شعوب القوقاز استعملت حبوب الكثير باش تخمر الحليب. حبوب الكثير هي عبارة على تجمعات متاع بكتيريا وخمائر طبيعية نجم تخمر الحليب، تعطيه مطعم بنين حمضي وتعطيه برشا فوائد طبيعيه. لبن الكثير يعتبر بروبيوتيك، بل هو من افضل البروبيوتيك الطبيعيين الموجودين. البروبيوتيك هو عباره على بكتيريا نافعه تعيش في المصرانه، تحافظ على صحه الجهاز الهضمي، تخلي اغلب اضطرابات الجهاز الهضمي تختفي كما الانتفاخات، الوجايع، الغازات، الاسهال والامساك، وعندها فوائد زاده على مناعه الجسم والحصانه نتاعو ضد الامراض، وتنجم زاده تنقص من الالتهابات الموجوده في البدن. اكثر من هكاك، الدراسات اثبتت انه البروبيوتيك يحسن الحاله النفسيه، لانه البروبيوتيك باش يزيد في انتاج هرمونات السعاده كما السيروتونين والدوبامين، باش يحسن جوده النوم لانه باش يزيد في افراز هرمون ميلاتونين، وباش ينقص من الستريس لانه باش ينقص من هرمون التوتر الكورتيزول. تو السؤال اللي يطرح نفسه، شو نستهلك البن والا الكثير؟ الزوز باهي والزوز فيهم منافع. اذا كنت تحب حاجه حمضيه برشا ومطعمها غازي تستهلك الكثير، اذا كنت تحب حموضه اقل وكثافه اكثر تستهلك البن.